السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا ربي الجميع يكون بخير وبصحة وبعافية، ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله، والله يتقبل الطاعات والأعمال من الجميع. طبعا أنا نزلت لكم البارحة الفيديو مال الكاكاو، بس هنا أنا حبيت يعني أدرجه وياه مرة ثانية. فهنا أنا عندي هذا اللوح مال الكاكاو موعته، أنا بدي أسوي تمر بالكاكاو والتفاصيل كلها كاملة بالفيديو اللي قبله. هنا أنا عندي لحم مفروم حمسته وسويته بهيج قطع مثل ما تشوفون، وجمد. طبعا أنا هنا يعني طلعته قبل بوقت، فتشوفون يعني اكو بعض القطع تكسرت. وارد اسوي من عندها شوربة مال ماش وعدس ولوبيا، فخلي هاي القطع بحافظة واحتفظ بها بالمجمدة، وش وقت ما اريدها، مثلا اريدها لل للمحشي، إذا مثلا مستعجلة أخليها على مخلمة، أخليها لحمة بعجين. هنا أنا بس مخليها كركم وفلفل أسود، لا أكثر ولا أقل. بعدها هنا أنا جيت شنو كنت بوقتها مقررة أسوي برياني. أني إذا تشوفون فيديوهاتي والمتابعيني لازم أول فورة أو أول يعني مال اللحم ومال الدجاج المي مالتهم أذبه، أحمس مرة ثانية بصل، وأخلي الدجاج أو اللحم، أو مرات ما أحمس رأسا، أخلي اللحم رأسا والمي أو الدجاج، وأخليه يفور مرة ثانية. لازم أول مي مالته أذبها. ما أعرف يعني إيش قد أكو مثلا يحمسون البصل ويحمسون الدجاج ويشيلون الزفرة من فوقه، أني ما أتقبله. يعني كل شيء أتحسس من ال يعني الزنخة أو الزفرة مال اللحم والدجاج، يعني ما أعرف. فهنا أنا قلت لكم هاي أول فورة، راح أحمس شوية الدجاج، أخليه مي ويفور، وأخليه على نار هادئة يستوي. لأن أنا كنت بوقتها مقررة، قلت لكم أسوي برياني مال أفخاذ، يعني كنت بالبداية قلت أفلس اللحم أو أفلس يعني الدجاج العفو. بعدين يعني لأن تعرفون انتوا لازم تفكرون، يعني الثاني يوم تسوون غدا للجهال إذا عندكم جهال، وأنا جهالي من النوع اللي ما يحبون النواشف إذا أسوي لهم، ومو مال أسوي يعني أطبخ غدا وإنه بأطبخ فطور. فقلت يعني قررت يعني أو فكرت بيني وبين روحي، قلت المرقة مال الدجاج أو سوب الدجاج أسوي بيه مرقة لهم الثاني يوم. فهنا أنا شنو بوقتها همينة وصلتنا إمدادات وخيرات رمضان. هنا أنا جايبيننا هاي لبن، العفو، جبن إلبة وجبن حلو وماش، لأن كان ما عندي ماش جبت نص كيلو، لأن شو أسوي بيه ماء يعني مو كلش وياه. وهذا فجل أحمر، يعني ذني فقط اللي جبتهم. من بعد ما كملت هنا طبعا أخذت كمية كلش قليلة، هو ما شاء الله يصير هاي يعني الشوربة تصير كمية كلش هواي. فخليت شنو سويت، خليت الماش بهاي يعني بهاي الجدرية على نار ناصية على مود يستوي، وأطبق بقية المواد. هنا أنا اجيت قعدت أسوي التمر قلت لكم أنا تفاصيلها كلها شرحتها بالفيديو السابق. هنا أنا عندي جوز ولوز وهاي زبدة الفول والتمر، قلت لكم هذا التمر اسمه أزرق، و راح يعني أحشيه وأسوي يعني كله أغمسها ببطن الكاكاو وأخليها بالمجمدة مثل ما قلت لكم شفتوا بالفيديو السابق. أنا حبيت يعني أنزله وحدة على مود يعني الوصفة تكون موجودة، يعني أنا دائما ما منزلتها ووصفة وحدها، دائما أنزلها ويا يعني فيديو ثاني يعني مدموجة. هالمرة سويت كمية نوعا ما أكثر، بس عندي بعد يعني أحشيها حشوة الكنافة والبستاشيو. بس قلت لكم يعني بعدنا إحنا بداية رمضان وننوع بالتمر بالحلويات شوية شوية. أنا لحد الآن ما مسوية يعني أي حلويات، يعني يعني ما جايني فد فكرة أسوي يعني. فقلت لكم سويت هاي يعني الطريقة مال التمر، أني أبو حسن وحسن كلش يحبونه، بس مثلا أني وحسين لا، يعني حسين قليل ياكل تمر، وأني أحب التمر ويا سمسم يعني، أو التمر هيك وحدة صافي، وطعمه كلش طيب. هذا طبعا تحسونه بغير نكهة، خصوصا إذا مثلا مو بالفطور، إذا ورا الفطور ويا استكان العفو ويا كوب قهوة سادة، ها مال عرب وياها يعني هاي القهوة العربية، يصير طعمها كلش طيب.
من بعد ما كملنا الكمية مال الكاكاو يعني بهيج صورة راح أخليها بالمجمدة وأتركها تبرد يعني تجمد كلش، ويعني أقسمها على عدة أقسام. وهو هواي أكو هو يعني هواي ينزلون وصفات أني أشوفها، بس أني هاي الوصفة يعني من العام سويتها وعجبتني كلش كلش عجبتني. وقلت لكم ويا القهوة تنطي نكهة وطعم كلش طيب يعني أكثر من ما بالفطور، بس هي نكهة جديدة وطعم جديد. هنا طبعا ايش خليت فقط كركم. وشوفوا يعني الدجاج استوى، راح اطلع الدجاج وحد واسوي يعني المرقة او السوب راح اسوي. انا قلت لكم هذا السوب راح يعني اخليه للجهال ثاني يوم يتغدون بيه، اسوي يا تمن او اسوي لهم تشريب حسب اللي هم يردونه. اخلي وياه يوم بصرة، خليت وياه لبلبي، خليت وياه حمص مجروش، عمد شوية تثخن. إذا تردون ما عندكم حمص مجروش خلوا شوية عدس. يعني هي هاي الكميات اللي انتو اللي عندكم أو اللي تسووها. هنا جيت أسوي الشوربة. الشوربة شنو؟ حمست بصل مثل ما تشوفون، راح أخلي فوقه اللحم المثروم. أنا بالنسبة إلي يعني هاي طريقتي، مرات ما أخلي لحم. إذا عندكم سوب لحم، سوب دجاج، قطع مال دجاج هم طيبة، قطع مال لحم هم طيبة، كلش تنطي نكهة إلها. أنا يعني بالمرات السابقة مخلية قطع مال لحم مخلية وياها، بس هالمرة لا، قلت خل أجرب يعني اللحم المثروم يعني بهاي الشوربة طيب. وحتى شوربة العدس إذا تخلون إياها شوية لحم يطلع طعمها طيب، أو سوب مال لحم أكو يستخدمون ماجي. أنا أبو حسن ما يحب طعم الماجي بالأكل، فاضطريت يعني مو اضطريت، وأنا ما قلت لكم عجبني أجرب، خليت تقريبا قطعتين. راح أحمسها وأخلي بقية المواد سوا. أتمنى من عندكم الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات على الكل حتى يوصلكم كل شي جديد. أتمنى من عندكم اللايك، لأن قلت لكم أنا صار لي هواية تاركة القناة وسولفت لكم، ما أريد يعني أفتح الموضوع مرة ثانية، لأن أحب أعطيكم طاقة إيجابية تستمتعون بيها. أجواء رمضان شلون هيمكم؟ إجا المسحر شي لو لا؟ إحنا بعد لحد الآن يعني ما جاي، ما سامعت، على الرغم أن يقعد ساعة 4:45 يعني أحضر سحور، بس يعني ما قاعد أسمعه يجي. وهنا أنا خليت الماش مثل ما شفتوا، راح أخلي اللوبيا هم مقدار اللي انتو تردونه. هنا أنا عندي شوربة مال قبل بيوم، مال أول يوم رمضان، هذا ثاني يوم رمضان. فقلت ليش مثلا أذبها أو أضمها الثاني يوم، يعني خليتها ويا مسلقة عدس. هاي يعني شوربة عندي قديمة، خليتها وياه يعني عادي ماكو أي إشكال، وطعمها كلش طيب. هنا أنا خليت كمية من المي راح أخليها تفور، ووراها أخلي شعرية. ولا تنسون الملح، ودائما خلوا ملح قليل نقدر نعالجه إذا قليل. كانت أمي الله ينطيها الصحة والعافية تقول لا تسوين الأكل مالح، تقول لي أكل مالح يعني ما له چارة، يعني إيش قد ما تردين يعني شلون تروحين طعم الملح من عنده. بس إذا ما سخت تقدرين تديرين أنتي ملح يعني تتعدل الملوحة مالته. فهنا أنا مثل ما قلت لكم طلعت الدجاج. هنا أنا خليت كمية من الحمص، راح أخلي كمية من الحمص المجروش همينة. من بعد ما يعني خليت ملح ويعني واستوى الدجاج كامل وطلعته وكترته، يعني خليته داخل الطباخ. تقدرون إذا ما تقلون الدجاج، أنا قليته، إذا ما تقلون الدجاج يعني تخلونه بالقلاية الهوائية أو تشوونه، تفتحون بس العين فوق مال الهاي وتشوونه، تخلون عليه صلصة وتشوه كلش يعني طبيعي، وطعمه يكون طيب وناشف ما بيدهن، وأكثر صحي إذا يعجبكم. وإذا لا يعني مثلا عاجبكم تقلاه، طعم التقلاه يختلف عن الشوي يعني حسب ما أقول لكم. وهنا شنو عندنا همينة بعد خليتها، راح أتركها تفور وانتهى. بعدها جيت أحضر حشوة البرياني. إذا تشوفوني يعني بالفيديوهات السابقة أنا ما أسوي حشو واحد وبرياني واحد، بس أنا إذا أسوي كمية مال برياني أطفالي ما ياكلون البرياني، يعني مو كلش، يعني حسن شوية ياكل، وحسين يعني ياكل بس الحشو، يعني مثلا يطلع البتيتة البزالية، وإذا أكو صدر مال دجاج ياكله، بس إذا لحم أو هاي لا. فش قررت أنا اليوم؟ قررت أسوي يعني حشو، فدائما الحشو يصير كمية كلش هواي.
وإحنا منو مثلًا بس أنا وأبو حسن يعني اللي ناكل ما ويانا أحد. قُلت لكم أطفالي إذا مثلًا شربوا الشوربة أو هاي يكتفون بيها، مرات يعني ما يريدون عشا، أو بعدين أسوي لهم عشا ثاني. فهنا أنا شنو حمّصت ال الشعرية، والشعرية هناني سلقتها. شوفوا أنا 2 يعني ما تضبط بيدي، الحشو مال الشعرية أخلي عليها مي ما تضبط، فهاي الطريقة مال السلق مثل سلق التمن، أسوي الحشو يعني يالله ضبطت عندي، والتمن الأحمر همينه يعني كلش ما تضبط بيدي، ذني اثنيناتهم إيش قد أحاول مرة أقلل مي والنوبة أدير يالله أعاني، يعني مو بسهولة يصير مثل ما قلت لكم. وهنا هاي الشوربة مالتنا وهاي ثخنها كملت، وراح أبذل ما تاخذ تقريبا أقل دقيقتين وتستوي الشعرية، مو تخلوها هواي وتعجن. رأسا أبذلها، وهنا أنا كملت. شوفوا شلون بذلتها، ماكو قلت لكم يعني دقيقتين بسرعة تستوي. وهمينة تروح من عندها كل النشا إنه يعني اللي يكون بيها تخليها يشتي يعني مثل تعجن أو فد شي. هنا أنا خليت كمية قليلة من البهارات، وخليت شوية هيل، وبديت أقلب بيها. شوفوا ما شاء الله صارت يعني كمية كلش هواي. هنا أنا نسيت أخلي كشمش، يعني نسيت أخلي بوقتها كشمش، فأنا عندي طبعًا بس يعني ما إجا ببالي أخلي صراحةً الكشمش. هاي الكمية راح أقسمها، قسم راح يعني إنه أسويها، وقسم أخليه بالمجمدة عادي. شو وقت ما أريدها أطلعها قبل بوقت، وأهدرها يعني مرة ثانية على نار عالصوبة على نار هادئة، واستخدمها يعني كلش طبيعي. أني أصلًا حتى الكمية اللي طلعت من عندها بقى، وهم خليتها بحافظة وشلتها بالمجمدة، وأتركها يعني هيك بهيج صورة. بس راح أقسمها، قسم أهدرها، قسم لأ أخليها بعدين أطلعها بوقت ثاني أسويها. الحشوة مال البرياني إذا ما وياها تمة عادي تنشال، يعني ماكو أي إشكال. وإذا تردون تخلون جزر، إذا تردون تخلون لوز، فستق. الفستق بالحشوة مال البرياني أحسه ثقيل، عكس عكس اللوز. يكون طعمه أطيب وأخف، يعني من تاكلينه أخف يكون على المعدة. وهنا كملت الحشوة مالتنا الحمد لله. وسولفون منو ساعة بيش تحضرون الفطور. أني أبدي تقريبا ساعة بالأربعة، وأخلص يعني 4:30، العفو 5:30، بالخمسة 5:15، حسب يعني حسب الطبخة اللي أسويها. مثلا البرياني ياخذ وقت، ويا التمر هم ياخذ وقت، مو مثلا التمن والمرقة يكون أسهل. وسولفوني هم سويتوا حلويات بعدكم. أنا قلت لكم بعدني يعني ما مسوية حلويات. هنا أنا خليت كمية يعني من التمر، وكمية أخذت صديقتي، يعني لازم أضم لها حصلتها ما أعرف. وعجبها كلش، وقالت كلش طيب طبعا على هذا التمر، وأنصحكم تجربونه. صح راح تشوفونه نوعا ما مكلف الكاكاو، لأن هذا الكاكاو قلت لكم أنا اشتريت بلوك كامل. بس تقدرون تشترون هذا يعني الكاكاو أبو الربع، تشترون مثلا ب1000 ب2000 وتسوون كمية هم كلش طيب. واحد ينوع. هنا أنا جيت أسوي التمن، وبعد يعني أشطب خلاص، بعد راح كملت يعني هاي آخر شي، آخر الترتيبات مال الفطور. أنا هواي منزلت لكم شلون تمن البزل، ووراها هذا شكل فطورنا. وسهمنا وسهمكم ألف عافية. الله يتقبل من الجميع الصيام والقيام والصلاة. اللهم اشبع كل جائع يا رب العالمين. اللهم اشفي كل مريض، واشفي والدتي وياه. اللهم ارزق الناس الذرية. الحمد لله على كل حال. اللهم حسن حالنا إلى أحسن حال، وما يحلى فطورنا وما يكمل يومنا إذا ما نشرب الشاي. يعني طبعا بعد الفطور، لأن احنا بعدين نتعشى، بعد الفطور لازم أشرب شاي، أحسه ينطيني طاقة. أشرب الشاي إنه أقوم أصلي، وشوية أخذ لي غفوة. طبعا لازم شوية أنام إنه يعني تخلص طاقتي إذا ما نايمة أنا الظهر، لأن مرات عندي دوام وأجي للبيت لا، لأن أقعد أو أخلي الأطفال يروحون للدوام، ونوبة راية يعني مثلا أنظف أحضر، نوبة أروح أنا للدوام وأجي. تعرفون
يعني لو تنامين لك ساعة بعد الفطور لو ما تنامين، خصوصا عنده دوام صباحي ماكو. وهنا أنا من بعد ما شوية نمت وارتاحت، فقلت يعني أبو حسن قلت له يعني نتعشى ساعة ب8، قال عادي ماكو أي إشكال. فرحت شوية تقريبا من 7 ل8 أخذت لي غفة وارتاحت، قعدت كملت، وهذا كان عشانه. والحمد لله على كل حال. مثل ما قلت لكم أتمنى من عندكم الدعم والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات على الكل حتى يوصلكم كل شيء جديد. من بعد ما غسلت ماعين الفطور، يعني قصدي ماعين الفطور وماعين العشاء. أنا ماعين الفطور أغسلها يعني ورا الفطور مباشرة. هنا أنا جيت سويت لي قهوة، لأن أنا اثنين يعني أشتاق لهم، القهوة والشاي. أترككم بحفظ الرحمن، مع السلامة، باي باي، إن شاء الله أشوفكم فيديو ثاني.